رمضان صبحي لسه عندك طموح؟ طب طموح وتيجي بالسلامة بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة نارية بإذن الله تعالى. قبل البداية والحكاية والقصة والرواية لن ننسى دوما الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يرحم جميع أمواتهم وينصرهم على من يعاديهم ويعادينا يا رب العالمين. مباراة نارية والنادي الأهلي بيقول لنادي بيراميدز الخوف بداخلهم لم ينتهي مادام الخصم هو الشيطان الأحمر. الخوف بداخلهم لم ينتهي مادام الخصم هو الشيطان الأحمر. مادام الخصم الأهلي خاف براحتك، كده كده هتاخد على عينك. والنادي الأهلي بياخد اللي هو عايزه من المباراة، عمل كل حاجة في المباراة. أهم حاجة يا باشا احنا مش عايزين أرقام ولا استحواذ، عايزين مع ان احنا خدنا الاستحواذ برضه، ولا عايزين اي حاجه يا باشا، احنا عايزين نطلع بالثلاث نقط. وهو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. والنادي الاهلي خرج بثلاث نقط نظاف من المباراه. احداث المباراه احداث مشوقه جدا، وبصراحه بالذات في الوقت البدل ضايع، قال ادى الحكم 9 دقايق خلاهم 14. دول عدوا عليا اكنهم اسبوعين، وقت طويل جدا. ليه يا عم ده كله؟ طبعا كان في خناق وشجار وهنتكلم في الحوارات دي كلها، لكن طبعا اللي بينهي المباراة كده من بدايتها النجم وسام ابو علي، نجم الشباك. وسام ابو علي هو اللي نهى المباراة من بدايتها في الدقيقة 28 باسيست خرافي لامام عاشور. الكرة طبعا بدأت من عند الشيبي، طبعا رضا سليم قطعها من الشيبي حطها كده لامام عاشور. امام عاشور بفت ولا اروع، راح عاملها لوسام ابو علي. وسام ابو علي كان قايل له بصها لي في المكان الفلاني، بصها له. بص مش عايز اقول لك، مش عايز اوصف لك الهدف ولا جمال الهدف. حطها له قدامه، راح وسام ابو علي غمزها في البعيده. شوف عارف انت، غمزها في البعيده، وهدف ولا اروع للنادي الاهلي امام نادي الطموح. طيب طموح وتيجي بالسلامه، ولا في دوري ولا في اي منافسه. ما دام الاهلي في القاره مفيش منافسه على اي بطوله. الاهلي واحد بس ومحدش هيقدر ينافس النادي الاهلي. مش بالفلوس، مش بالفلوس، مفيش حاجه بالفلوس يا باشا. الاهلي بالجمهور. كان عندك جمهور النهارده وكان جمهور كويس، 120 نفر تقريبا. ده طبعا كان جمهور نادي لافيينا برضه اللي ما عندوش جمهور تقريبا. المهم يعني لاعيبه لافيينا جاب ابنه واخته وبنت عمته وبنت خالته وبنت ست عمته من بعيد وحاجات، لما عيلته كلها كده كل لاعب، وراحوا مدرجات نادي بيراميدز عشان يبقى النادي بيراميدز ليه جمهور كبير، او اللي هم 120 نفر اللي حضروا المباراه. لم يقارنوا بنسبة 1% من جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد في المباراة. وانا شايف اصلا ان الكاميرا مش عايزة تيجي على جمهور النادي بيراميدز. اللي هو ايه الوكسة دي؟ فين الجمهور؟ مفيش جمهور. والمعلق كل شوية يقول لك جمهور الطرفين. فين يا سيدي الطرفين؟ ده هو طرف واحد بس والتاني استغفر الله. هو يا دوب طرف، هو الاهلي فقط، الاهلي لا غير. نبدأ كده في أحداث المباراة. بعد الهدف الخرافي بتاع وسام أبو علي، الأهلي تماما يتراجع إلى النص بتاعه، نص الملعب بتاعه، بدون أي هجمات على المنافس اللي هو بيراميدز. لكن والله يا جماعة كان هدف ولا أروع من وسام أبو علي. ثم بقى بعد كده ندخل على الشوط الثاني، وطبعا مع مارسيل كولر لازم التغييرات تتأخر جدا. لكن قبل التغييرات لازم نتكلم على خناقة الشحات والشيبي. طيب عارفين كلنا ان حسين الشحات بيلعب على الجنب اليمين والشيبي بيلعب على الجنب الشمال، يعني مارسيل كولر باعد ده عن ده عشان ما يحصلش اي خلاف. جيت في هجمة شبه انفراد لحسين الشحات، او رايح طبعا زي ما بيروح كده عشان يعملها لوسام ابو علي، جاي ومعاه الكوره، راح الشيبي مش عارف قال اللي جابه في منطقه الشحات وعامل تاكلينج على رجل حسين الشحات مش على الكوره. وكلنا شفنا ان التاكلينج على حسين الشحات مش على الكوره. ده اللي حصل بقى ان طبعا حسين الشحات قعد يتلوى عشان الحكم ياخد باله والكلام ده يعني. وفي الاخر الشيبي رايح يتخانق مع حسين الشحات. ده ايه لا هو القلم لسه معلم على قفاك لحد دلوقتي.
للدرجه دي محروق من جواك. طب ما انت خدت حكم على اللاعب، عايز ايه تاني؟ المهم راح يتخانق مع حسين الشحات، اللعيبه شالوهم، وطبعا الحكم رجع للفار وادى طرد. لغى طبعا، كان مديله انذار، ادى طرد مباشر للاعب الشيبي. بعد ما خد الطرد المفروض يخرج، خلاص انت اتطردت، لا راجع تاني خانق مع حسين الشحات، وبرضه اللعيبه بتشيلهم. ايه يا عم، ايه يا عم البلطجه دي؟ انت عايز تبلطج وخلاص؟ لا احنا بنعرف نبلطج برضه، فما تجيش معانا يعني. المهم اللي كان بيشيلوا مين بقى؟ اللي كان بيشيلوا فخري لقاي، وكان بيشيلوا يعني اولاد بلده هم اللي كانوا بيشيلوه. وطبعا رضا سليم والمجموعه دي. رضا سليم اللي كان مبدل معاه التيشيرت هو اللي كان بيزعق له ويقول له غلط وعيب اللي انت بتقوله ده. وسمعنا او شفنا ان مهند لاشين كان مغطي بق الشيبي، اكيد يعني مش مغطي بقه عشان كان بيقرأ قرآن، اكيد كان بيشتم الشحات، اكيد كان بيشتم في اللقطه دي. ما انت مش هتحط ايدك على بقك عشان كنت بتكح. فدي لقطه برضه شفناها ولازم نتوقف عندها. طيب، والطرد طبعا في الدقيقه 75 من المباراه. ثم بعد كده بينزل عمر كمال عبد الواحد وخروج حسين الشحات بعد الواقعة دي مباشرة في الدقيقة 86 بعد تقريبا 10 دقايق من الواقعة. وبينزل مكانه عمر كمال عبد الواحد، وبعدها على طول طرد خالد عبد الفتاح. تحس كان مصر الكوره كان حاسس ان خالد عبد الفتاح هيطرد، فكان منزل عمر كمال عبد الواحد اللي هو ايه، خالد يطلع عمر كمال يلعب مكانه. هو ده اللي حصل بالفعل، ان خالد عبد الفتاح اتطرد بسبب ان هو كان عنده انذار وتدخل قوي على لاعب نادي بيراميدز في الدقيقه 88، وتم طرد خالد عبد الفتاح. ثم بعد كده بقى في الوقت البدل ضائع خروج رضا سليم ونزول اليو ديانج في الدقيقة 95، ونزول برضه كهربا وخروج وسام ابو علي. طبعا تأخر التبديلات بشكل كبير جدا عن المباراة، لان المباراة دي كانت محتاجة سرعة اكتر من كده في التبديلات، لكن اهم حاجة ال3 نقط. لكن مارسيل كولر تعامل مع المباراة دي تكتيكيا بشكل ولا اروع. يعني مارسيل كولر لا كان عامل اداء جامد جدا جدا. ده خلى المدرب بتاع نادي بيراميدز يشده في شعره، مش عارف اسمه يوري شيتش حاجه كده، شيتش يعني فيها اتش. المهم المدرب كل شويه، وما عندوش شعر اصلا، هو كان بيشد في شعره برضه. المدرب كل شويه اتنطط على الخط ومين واح. ايه يا عمنا في ايه بجد؟ الراجل قاعد يزعق ويهيص يعني. مش تحت الضغط تنفعل بالطريقه دي. انت مدرب، المفروض ان انت كبير جاي تدرب نادي كويس في الدوري المصري. واحد بدأ يقول كلام ما يتقالش. طيب ده كان بقى المباراة النهارده، لكن النادي الاهلي تعامل مع المباراة بشكل جيد جدا، ولا الشناوي لازم نشيد بيه. طلع كده في الدقيقة 95 تقريبا او 94، يعني طلع زي ما المعلق قال لك، طلع الدور السادس عشان يجيبوا الكورة. كانت من نهايات لا في الدقيقة 99 طلع اخر هجمة لنادي بيراميدز، طلع كده للشناوي عشان يجيبها من الدور السادس، وكانت لقطة جميلة جدا. والشناوي فعلا تألق في المباراة دي، مع ان الفرص اللي كانت على الشناوي مش كتيرة قوي يعني، لكن الشناوي تألق في المباراة. طيب في طبعا قبل بداية المباراة المفروض ان رضا سليم اصلا ما كانش هيبدأ، شفنا كلنا وانا استغربت بصراحة ان بدأ رضا سليم مكان طاهر محمد طاهر. ده بسبب ان طاهر محمد طاهر اتصاب اثناء عملية الاحماء قبل المباراة مباشرة. باذن الله نطمن عليه ونطلع نقول لكم في حلقة بكرة او النهاردة بالليل. طيب في حاجة تانية برضو، موضوع برضو مرعي، لاعب او مدافع نادي بيراميدز بعد ما اتخبط في ركبته مباشرة اتنقل الى المستشفى. يعني لسه برضو ربنا يطمنا عليه، وربنا ربنا يا رب ما تكونش الإصابة صعبة جدا. طيب أتمنى من الله تعالى الحلقة تكون عجبتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنساش بقى تدعمني بلايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني غدا بإذن الله تعالى في حلقة نارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.